ملي كتشوفوا الرابطة الوطنية لكرة السلة ال NBA اليوم، كنشوفوا منظومة خيالية كتسوى ملايير الدولارات. تذاكر مقطوعة بالكامل وعروض ترفيهية. بزاف ديال الناس كيظنوا أن هذه البطولة بدات كفكرة عبقرية من خبراء اللعبة، ولكن الحقيقة التاريخية مختلفة بزاف. أجي نرجعوا بالزمان لعام 1946، مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. في ذاك الوقت ملاعب كرة السلة المحترفين كانت كتعيش عشوائية كبيرة، قاعات باردة، معدات بدائية، ولعابة كياخدوا مبالغ قليلة بزاف. الحقيقة هي أن ال NBA ما تأسساتش في البداية باش تطور الرياضة، بل بدات كخطوة استثمارية وتجارية من طرف رجال أعمال كبار كانوا كيملكوا الصالات الرياضية الضخمة، وكان الهدف الوحيد ديالهم هما يعمروا القاعات الخاوية ويرجعوا الفلوس. في هذا الفيديو غادي نسلطوا الضوء على التاريخ الحقيقي اللي كان مليء بالتحديات والمنافسة الشرسة، وكيفاش حتى تولدات ال NBA. شاركوا في القناة ويلا بينا نكتشفوا القصة. في عام 1946 كانت رياضة البيسبول هي اللعبة الأولى في أمريكا، وكتجي من وراها كرة السلة ديال الجامعات. أما كرة السلة للمحترفين فكانت مرونة وغادية بلا تنظيم ولا دعم مالي كافي. هنا ظهر الدور ديال واحد المجموعة كيتسماو رابطة مدراء الصالات الرياضية في أمريكا. هاد المستثمرين كانوا كيملكوا صالات ضخمة ومغطية في مدن كبار بحال نيويورك، بوسطن وشيكاغو، والبزنس الأساسي ديالهم هو مباريات الهوكي على الجليد. المشكل اللي كان عندهم هو أن مباريات الهوكي كتكون غير في الليالي المحددة بالسيمانة، وهذا الشيء كيخلي صالات خاوية في الأيامات الأخرى، وكتكلف مصاريف صيانة وتسخين غالية بلا حتى شي عائد. هنا تقدم والتر براون مالك صالة بوسطن جاردن باقتراح ذكي وقال: علاش ما نديروش أرضية خشبية فوق الجليد ونأسسوا دوري ديال كرة السلة يعمر لنا هاد الصالات في الأيامات الخاوية. وفي 6 يونيو 1946 في مدينة نيويورك أسسوا رسميا رابطة الباسكتبول أسوسيشن أوف أمريكا الBAA بمشاركة 11 فرقة، وأول مباراة رسمية تلعبات في الأول من نوفمبر 1946 بين نيويورك نيكس وتورونتو هاسكيز. ولكن الرابطة واجهت مشكل كبير. الملاك كانوا واعرين في التسويق وإدارات الصالات، ولكن ما كيعرفوش الجوانب الفنية لكرة السلة. الماتشات كانت ثقيلة بزاف، ونسب التسجيل ضعيفة، ما كنفوتوش 40 نقطة في الماتش. الدوري عانى ماليا وبدا المشروع كامل مهدد بالفشل. في الوقت اللي كانت فيه رابطة الBAA كتقاتل في المدن الكبار، كانت كاينة بطولة أخرى قوية ومستقرة من عام 1937، وهي ال NBL National Basketball League. هاد ال NBL كانت متمركزة في المدن الصناعية الصغيرة، وخا الصالات ديالهم كانت بسيطة ومتواضعة، ولكن كان عندهم امتياز خطير: أفضل لعابة ديال كرة السلة في الولايات المتحدة كانوا كيلعبوا فيها. ال BAA دارت كل ما في جهدها باش تجيب هاد النجوم في الوقت اللي كانت ال NBL باغية تدخل الصالات الكبرى ديال المدن. هاد الشيء شعل حرب تعاقدية وتنافسية شرسة بين الطرفين. نقطة تحول في هاد الصراع التاريخي كان بسبب لاعب واحد اللي كيعتبروه أول نجم حقيقي بارز في تاريخ اللعبة: جورج مايكن. مايكن كان لاعب طويل بزاف، 2 متر و8 ديال السنتيمترات، وكان مسيطر تماما على منطقة السلة من الفرقة ديالو مينيابوليس ليكرز في الدوري ال NBL. الشعبية ديالو كانت خيالية وكتخلي التذاكر تباع بالكامل فين ما مشى. وفي عام 1948 دارت ال BAA ضربة استراتيجية كبرى في سوق المال والأعمال الرياضي، حيث قنعت إدارة نادي مينيابوليس ليكرز وثلاثة ديال الفرق كبار باش يغادروا ال NBL وينضموا لها. مستغل القوة المالية والصالات الكبيرة، هادشي ضر الرابطة الأخرى بزاف، وعرفوا المسؤولين ديالها بأن الاندماج هو الحل الوحيد باش يتفاداو الإفلاس. في 3 غشت 1949 تلاقاو الممثلين ديال الرابطتين في The Empire State Building الشهيرة في نيويورك، وتم اتفقوا على إنهاء الصراع ودمج الفروق اللي بقات تحت اسم جديد بقينا عايشين معاه حتى لدابا: الرابطة الوطنية لكرة السلة ال NBA.
ورجع موريس بودولوف هو أول رئيس للرابطة جديدة، وانطلقت ب 17 فرقة مخلطة فيها مدن كبار ومدن صناعية صغيرة. ولكن هذا الاندماج ما حلش المشاكل في البلاصة، حيث السنوات الأولى من عمر ال NBA عرفت صعوبات لوجستية وتنظيمية كبيرة بسبب إقامات الماتشات فوق حلبات الهوكي المغطية. الأرضية الخشبية كانت كتأثر بالرطوبة والتعوج، وهذا الشيء كان كيتسبب في بعض المرات في تشكل واحد البرك مائية صغيرة وسط الملعب. ظروف السفر كانت قاصحة بزاف، الفرق كانت كتنقل عبر القطارات الليلية العادية، واللعابة كيوصلوا عيانين بزاف ومزيرين بسبب البرد وضيق المساحة. الفرق ديال المدن الصغيرة ما قدراتش تساير المصاريف المادية للأندية الكبرى، وهذا الشيء خلى عدد الفرق يتقلص في ظرف سنوات قليلة من 17 فرقة ل 8 ديال الفرق فقط. بحلول 1954 واجهت ال NBA خطر الانهيار بسبب عزوف الجماهير، والسبب هو أن بعض الفرق غير كيماركيو كيكون عندهم أسبقية صغيرة في النتيجة، كيشدوا الكرة وكيبقاو يمرروا بيناتهم بشكل مستمر بلا ما يهجموا، غير باش يقتلوا الوقت المتبقي من الماتش. وفي عام 1950 سجلت أغرب وأقل نتيجة تاريخية في المحترفين، ملي فاز فريق فورت وين على مينيابوليس ليكرز بنتيجة 19 نقطة مقابل 18. اللعبة رجعت مملة بزاف، والمشجعين بداو كيخرجوا من المدرجات. المنقذ الحقيقي للرابطة كان هو داني بيسن، مالك فريق سيراكيوز ناشونالز، اللي اختار ساعة التوقيت الهجومي المحدد في 24 ثانية عام 1954. بيسن اعتمد على عملية حسابية بسيطة، قال باللي الماتش الممتع والسريع خاص تكون فيه تقريبا 60 تسديدة لكل فرقة، يعني 120 تسديدة في المجموع، وبتقسيم مدة الماتش 48 دقيقة على عدد التسديدات استنتج أن الوقت المثالي لكل هجمة هو 24 ثانية. هذا القرار حدث ثورة فورية، معدل التسجيل طلع بأكثر من 13 نقطة في الماتش الواحد من الموسم الأول، ورجعت الإثارة والسرعة ديال الملاعب، وضمنات ال NBA الاستمرارية ديالها. هذه الرحلة التاريخية ديال ال NBA ما انطلقتش من رؤية مثالية باش تنشر اللعبة في العالم، بل بدات كحل تجاري بسيط باش يعمروا الصالات الخاوية. عشت حرب بين الرابطات، أزمة مالية، وماتشات كانت غادي تقتل متعة اللعبة، ولكن بفضل الابتكار والإدارة الذكية تحولت لأقوى عرض رياضي في العالم. في المرة الجاية من اللي تتابعوا لقطة فنية تذكروا بأن هذا العرض العالمي الكبير بدأ من أرضية خشبية بسيطة تحطات فوق الجليد عام 1946. شنو هو الرأي ديالكم في هذه المحطة التاريخية؟ شاركوا معنا في القناة باش يوصلكم الجديد على عالم كرة السلة ولا NBA. نتلاقاو في الفيديو الجاي.